السلام عليكم ومرحبا بكم أحبائي الكرام في فيديو جديد لتوقعات المباريات لكأس العالم فيفا قطر 2022. المباريات تبدأ يوم الجمعة 25/11/2022. حبايبي الكرام كالعادة دعمونا بلايك للفيديو، وانت بتشاهد الفيديو اعمل لايك. ويلا نبدأ بأول مقابلة، وهي بين الويلز والمنتخب الإيراني. منتخب الويلز يعني بلاد الغال. شفنا عملت تعادل أمام المنتخب الأمريكي هدف مقابل هدف، وإيران انهزمت أمام الإنجليز ب6 أهداف لهدفين. هذه المقابلة احتمال فوز الويلز بهدف مقابل لا شيء على المنتخب الإيراني. الاحتمال الأكبر هو فوز المنتخب الويلز بلاد الغال على إيران بهدف مقابل لا شيء. نشوفوا المقابلة الثانية، وهي بين المنتخب القطري المنظم لكأس العالم والمنتخب السنغالي. شفنا المنتخب القطري انهزم أمام الإكوادور بهدفين لا شيء. المنتخب القطري لعب أمام الإكوادور بلا روح. والمنتخب السنغالي انهزم أمام هولندا بهدفين مقابل لا شيء. المنتخب السنغالي يعني عمل مقابلة ممتازة أمام هولندا، ولكن لم يستغل لم يستغل يعني بعض الأخطاء من المنتخب الهولندي، وانهزم بهدفين مقابل الشيء في هذه المقابلة. يعني أتوقع فوز المنتخب السنغالي على المنتخب القطري بهدف مقابل لا شيء. يلا نشوف المقابلة الثالثة، وهي بين المنتخب الهولندي والمنتخب الإكوادوري. الاحتمالية الأكبر تروح للمنتخب الهولندي. أتوقع فوز منتخب هولندا بهدفين مقابل هدف على الإكوادور، واللي يحب يلعبها over 2.5، يعني 3 أهداف فما فوق. يلا نروح نشوف المقابلة اللي بعدها والأخيرة بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأمريكي. المنتخب الإنجليزي فاز على المنتخب الإيراني ب6 أهداف مقابل هدفين، والمنتخب الأمريكي تعادل مع المنتخب الويلز بلاد الغال بهدف مقابل هدف. يعني الإنجليزي عندهم هجوم قوي جدا، وكذلك دفاع يستقبل الأهداف. أنا أتوقع فوز المنتخب الإنجليزي ب3 أهداف مقابل هدف. إلى هنا حبايبي الكرام ننتهي في توقعات المباريات. ادعمونا بلايك للفيديو. نلتقي في مواعيد رياضية قادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء.